إنها الساعة الأشهر في تاريخ كوكب الأرض. انتشرت هذه الساعة في كل بقعة حرفيا على الكوكب، واكتسبت سمعة لم تكتسبها شركة قبلها ولا بعدها. ساعة واحدة وبشكل واحد، يلبسها الكبار والأطفال، يلبسها النساء والرجال، يلبسها الأغنياء وحتى الفقراء. كانت الساعة الحلم للأطفال والشباب والهدية المثالية للناجحين في الدراسة. إنها ساعة كازيو الأسطورية، الساعة البسيطة الأشهر في التاريخ. بالرغم من أنها ليست ساعة فخمة أو غالية، إلا أن الجميع كان يحب ارتداءها وشراءها. ظهرت لأول مرة منذ أكثر من 30 عاما حينما أنتجتها شركة كازيو اليابانية لأول مرة. كانت أشهر ساعة رقمية وتم توزيعها على جميع أنحاء العالم. كنت ستجدها تباع في كل مكان، في محلات الساعات والشوارع وحتى السوبر ماركت. وبسبب كونها ساعة رقمية أصبح الأطفال والشباب يفضلونها على الساعة ذات العقارب. كان الموديل F91Y هو الأشهر والأكثر انتشارا، ولا يعرف عدد مبيعات هذه الساعة تقريبا، ولكن قد تتجاوز مبيعاتها مئات الملايين من الساعات حرفيا. بالرغم من سعرها الرخيص، كانت الساعة بجودة عالية جدا، فتفوقت واكتسحت كل الشركات المنافسة وقتها. كانت البطارية تدوم ل7 سنوات كاملة، ونادرا جدا ما أن تتعطل الساعة من تلقاء نفسها، إلا لو اصطدمت بصدمة شديدة جدا. فكانت الساعة قوية للغاية، مثل هواتف نوكيا الشهيرة 3310. حاولت الشركات الصينية تقليد ساعات كازيو، ولكنهم فشلوا فشلا ذريعا. فكيف لشخص أن يشتري ساعة كازيو مقلدة إن كانت أصلا الأصلية رخيصة جدا؟ أغبياء، أليس كذلك؟ كان من السهل جدا معرفة إن كانت ساعة كازيو مقلدة أم حقيقية وأصلية، وذلك بالضغط على الزر اليمين لثواني معدودة. فإن ظهرت وقتها كلمة كازيو فهذا يعني أن الساعة أصلية، وهذه الحيلة فشل الصينيون في تقليدها لأنها كانت مكلفة بالنسبة لهم. مضحك، أليس كذلك؟ كانت بخامات بسيطة وتحتوي على 3 أزرار، وتظهر التاريخ وأي يوم نحن في الأسبوع، ولكنها كانت متقنة الصنع بشكل رهيب، بإطار بلاستيكي خفيف لا يترك أي علامات في الجلد، وبحجم بسيط لا تشعر بها، لا يتعدى 20 جرام، وبشاشة مضادة للماء، فكان يمكنك أن تستحم بها ولا تفسد أصلا، وبطارية تصل مدتها إلى 7 سنوات كاملة، وشاشة قوية جدا جدا مضادة للصدمات. بل إنها زودت بضوء جانبي كان يساعدك أن ترى ما هو توقيت اليوم في الظلام الدامس دون أن تفتح إضاءة الغرفة وتقلق من هما معك. بل أنها زودت بمنبه قوي يمكنك أن تشغله في أي توقيت، فكان صوت منبهها مميز جدا حتى يومنا هذا. لم تعد الساعة بالطبع شهيرة مثل السابق، ولكن الشركة تبيع سنويا ما يزيد عن 3 ملايين ساعة سنويا، وأذاعت شهرة الساعة مؤخرا ومجددا بشكل عالمي حينما سخرت شاكيرا من زوجها بيكي بأنه استبدل ساعة رولكس بساعة كازيو، في إشارة أنها هي رولكس، وأن الفتاة التي خانها بيكي معها هي ساعة كازيو. لتقوم شركة كازيو باستغلال هذه الأزمة وترد وتتعاقد مع بيكي على حملة إعلانية، فتعود للساحة من جديد بعد اختفائها لسنوات عديدة. وأنت، هل امتلكت ساعة كازيو من قبل؟